ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولا زلنا أيها الإخوة الكرام نسرد بعضا من مواقف هذا الجيل الفريد، فإن الله تبارك وتعالى خلق التأسي في بني آدم، خلق التأسي في بني آدم خلقه الله عز وجل فيه، كما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فالذي جعلها تصبر أنها رأت غيرها مصابا بهذه المصيبة، فكلما رأيت غيرك مصابا بمصيبة هانت عليك مصيبتك. فخلق التأسي هذا موجود، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني يمكنك أن تتأسى به إذا رمقته. كذلك حياة الصحابة لما أطالع سيرتهم في الجهاد والبذل والفداء، سواء كان بذل النفس أو كان بذل المال والمهج، أعلم أن مثل هذا الجيل حتى لو لم يكن مؤيدا بدين ينتصر، حتى لو لم يكن مؤيدا بدين ينتصر. ليه؟ لأن فيه من جميل الخلال وخصال الكمال ما يجعله أهلا أن يحكم هذه الأرض. يعني شبابنا الآن يسافر إلى البلاد الأوروبية، يشتغل في المطاعم، بيقدم الخنزير ويقدم الخمر، كل ده بدعوى تحصيل المال، حصول على لقمة العيش. وده نوع من دناءة النفس، نوع من دناءة النفس، أن يأتي المرء ما حرم الله تبارك وتعالى ويظن أنه بمعصية الله يجبي رزقه، وهذا خطأ، هذا خطأ حتى في التصور. يعني دعونا نضرب هذا المثال: لو أن رجلا هو أكرم الناس، لا يأتيه سائل إلا يعطيه، ولا يسأله سائل إلا أعطاه بالقدر الذي يريد. يعني أنت تذهب إليه طالب 1000 جنيه يديك، 10,000 جنيه يديك، 100,000 يديك. أكبر مصيبة تصاب بها أن يموت هذا الرجل وتدعو له بطول العمر. ليه؟ لأنه لا يحوجك إلى أحد، كل ما بتتمنى شيء هو بيديهولك. فأكبر مصيبة أن يموت هذا الرجل. ربنا تبارك وتعالى قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، مع أن الذي لا يموت هي الحي. وتوكل على الحي الذي لا يموت. يبقى هذا الذي ذهب إلى بلاد الغرب واشتغل فيما حرم الله لم يتوكل على الله الحي الذي لا يموت. وربنا عز وجل وحده هو الذي لا يستخدم لغة الأرقام. لغة الأرقام مهما كان الرقم كبيرا له نهاية، لكن ربنا سبحانه وتعالى وحده هو الذي لا يستخدم لغة الأرقام، يرزق من يشاء بغير حساب. ما فيش لغة أرقام هنا. ويقول تبارك وتعالى لأهل الجنة: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. والحديث المشهور في صحيح مسلم اللي هو أجل حديث لأهل الشام، حديث أبي ذر، حديث الإله المعروف: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. من ضمن هذا الحديث قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، وقفوا طابور،
من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، وسأل كل واحد مسألة اللي نفسه فيه. يعني أنا لو قلت لك مثلا أنت نفسك في إيه؟ ممكن تقول لي نفس الدنيا دي كلها تبقى بتاعتي أنا. لو نفسك فعلا كده وكل واحد نفسه أكبر من كده 100,000 مرة اللي نفسك فيه. يعني زمان أيام ما الجنيه كنا بيسموه لحلوح، مش كده؟ أيام ما كان إيه فيه مروة ولسه فيه عافية قبل ما الغطاء بتاعه ينكشف ويبقى عريان، واخد بالك؟ ملوش غطاء. أيام ما إحنا كنا مدينين بريطانيا العظمى، كان إحنا لينا عندها فلوس يعني. كان في الأيام دي كان أحسن واحد يتمنى لما كنت تقول له إيه أمنيتك، يقول لك 1000 جنيه وعمارة في محرم بيه وعربية شيفروليه. أو النهاردة اللي يستحق أموال الزكاة عنده الموضوع ده. يعني اللي عنده عربية شيفروليه وعمارة في محرم بيه والبتاع ده أهو. العمارات دلوقتي الزمنية دي الشقة ب3 جنيه، واخد بالك، و4 جنيه و5 جنيه، ولو عمل حتى 10% ولا 50% أمثال الإيجار، الراجل برضه يستحق أموال الزكاة. شوف كل واحد لما يتمنى أي أمنية تخطر على باله من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، وربنا سبحانه وتعالى يديله اللي نفسه فيه. الذي ينقص من خزائن الله زي ما تدخل صبعك في البحر المحيط وتطلعه. هذا الإصبع أخذ مية قد إيه من البحر المحيط، وهذا على سبيل التمثيل، وإلا ما بينقص من خزائنه شيء أصلا، لا ينقص من خزائنه شيء أصلا، إنما هذا على سبيل التمثيل. كما قال الخضر لموسى عليه السلام لما التقى به في مجمع البحرين، وبعدين الرحلة دي كلها بسبب كلمة قالها موسى عليه السلام كما في الصحيحين. موسى عليه السلام بيذكر بني إسرائيل، قال كلام مؤثر، العالم كلها بكت وقلوبها رقت. فواحد تبع موسى عليه السلام بيقول وقال له يا كليم الله هل هناك أحد هو أعلم منك؟ قال له لا. فعتب الله عليه أنه لم يرجع العلم إليه. إلا عرفك سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا. ما تستهزيش بحد ولا تفكر ان انت اللي بتفهم وبتاع، لا، في الزوايا خبايا. فعتب الله عليه. كان المفروض يقول الله أعلم، لكن يقول لا أعلم في الأرض من هو أعلم مني، فربنا عتب عليه. فقال له إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا رب وكيف لي به؟ فالمهم أمره يخرج إلى مجمع البحرين في القصة المعروفة. فلما وصل موسى عليه السلام والتقى بالخضر، أم جاء عصفور فنقر في ماء البحر فأخذ قطرة. فقال الخضر لموسى يا موسى مثل علمي إلى علمك، مثل علمي وعلمك إلى علم الله كمثل هذا العصفور، الماء اللي أخذ العصفور بالنسبة لماء البحر. المسألة تقريبية فقط، وإلا لا ينقص من خزائن الله شيء أصلا. هذيك شيء في حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام برك على الإناء كلهم شربوا واللبن زي ما هو، وهذا عبد لله، بمجرد ما دعوا ربنا بارك له، ما نقص من الإناء شيء. فمسألة بقى إيه يعني لا ينقص مما عندي شيء لكن ينقص المخيط إذا دخل البحر، المسألة دي تقريبية فقط. فربنا تبارك وتعالى عنده هذا الغنى كله. انت بقى لماذا تركب معاصيه لتحصل على المال؟ وانت عارف يعني ضرب الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا في الناس مثلا، قال عليه الصلاة والسلام إن الله أمر يحيى بن زكريا ب5 كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أول كلمة من 5 كلمات دول إن الله خلقكم ورزقكم. خلي بالك من الكلام، خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله
وقال له هذا عملي وهذه داري فاعمل وأد إلي. قال له يا ابني أدي المحل بتاعي، بيع وآخر النهار تجيب لي الحصيلة بتاع الفلوس تجيبها لي أنا. فكان يبيع ويعطي غيره، ياخد حصيلة البيع كل يوم ورايح لجاره ويديله حصيلة البيع. قال عليه الصلاة والسلام فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ مين فيكم يرضى بالعملية دي؟ يبقى المال مالك والمحل بتاعك ويبيع ويدي الفلوس لجارك. طيب هذا الصنايع أنت تبقيه يوما واحدا؟ ما أظنك تبقيه يوما واحدا. فلماذا قبلت أن تفعل هذا مع الله وأنت لا تفعله مع نفسك وتأنف أن يكون عبدك كذلك؟ فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. فربنا سبحانه وتعالى ما يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل أصلا هو اعتماد القلب على الله، وده اللي كان بيميز الصحابة كلهم. يعني كان الواحد تزهق نفسه ولا يقترب من محرمات الله، وكان الواحد يترك بابا من الحلال إذا اختلط بباب شبهة خشية أن يقع في الشبهة. ليه؟ عنده توكل كامل على الله أنه لا يضيعه. أنت عبده وأنت صنعته فلا يضيعك. ثم سوء ظن بالله أن تظن أنك إذا ركبت معاصيه أعطاك فإذا أطعته حرمك. هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. يبقى أنت إذا كنت فقير لذ بغني، ولا أغنى من الله. تخيل بقى ربنا سبحانه وتعالى عشان يبين غناه بقى قال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. خلي بالك من نحن دي، مع إن الكلام ممكن يمشي بدونها. إنا نرث الأرض ومن عليها، لكن شوف إنا نحن ضمير العظمة. إنا نحن يعني يقول كل هذا إلينا. يعني أنا مثلا أقرب لك هذا الغناء، الشارع ده بلاش الشارع ده عشان ما فيهوش عمارات كتير، خلينا نروح نص البلد أو الشارع العمومي ده. مرة خطر ببالي وأنا قاعد في بيتي إن أعمل حسبة للشارع اللي أنا ساكن فيه، أشوف كلف كم مليون. فجبت الآلة الحاسبة وشفت كم بيت في الشارع، والمتر ب1500 جنيه أرض، وشفت بقى كل شقة كلفت كام وتشطيبها يكلف كام. المهم الشارع اللي أنا ساكن فيه شارع جديد حديث، فيه حوالي 45 بيت. 45 بيت دخلت في الحسبة بتاعته حوالي 60 مليون. الأرض والتشطيب والكلام ده. طبعا المحافظة محافظة درجة ثالثة، خلينا بقى في القاهرة الكبرى. واحد مرة كان له فيلا في عمارة عبارة عن دورين في فيلا في عمارة في ميدان لبنان، وبعدين كلف واحد من أصحابنا أنه يبيع له الفيلا دي. فعمل إعلان في الأهرام وبدأ الناس يتصلوا بصاحبنا ده علشان يسألوه إيه سعر الفيلا. فواحد بيتصل بيقول له الفيلا بكام؟ قال له ب1,700,000. قال له أكيد تشطيبها وحش. إيه الموضوع ده؟ يعني مستقل السعر. أيوة مستقل السعر، عشان في دلوقتي شقق ب50 مليون والكلام ده اهو. ويعني يقول لك 50 مليون تشوف النيل و30 مليون تشوف الفيل. ما هو إيه ناحيتين، واحد على النيل وواحد على الفيل. والغريب يا إخوانا، الغريب العمارة اللي على النيل ديت اللي الشقة فيها ب50 مليون، أنت عارف اللي شاريين الشقق دي لا يستمتعون بالنيل أصلا ولا يرون، لأنهم كله في أعمال طول النهار. طول النهار في شغل، بيجي بالليل خلاص سطيح عايز ينام. انت عارف اللي مالي عينيه من النيل ومبسوط مين؟ البواب. تخيل هو اللي قاعد بالكرسي طول النهار على باب العمارة، وهو بقى اللي بيستمتع بمنظر النيل وبيشم الهواء بتاع ببلاش اهو. انما اللي دافع 50 مليون ده مش فاضي يشوف نيل ولا بتاع. الستاير على الازاز والبتاع، وهو راجل ايه ما بيجي ارجع اخر النهار والكلام ده اهو. فتخيل بقى لما يكون بقى شارع عايزين نحسب الشارع ده مكلف كام،
والشارع ده في مدينة، فشوف المدينة مكلفة كام، وبعدين شوف المركز مكلف المحافظة كام، وشوف الدولة كام، وشوف العالم كله بكام. أهو النظام العالمي الجديد لو حب يعمل تكييف مركزي للعالم يدفيه في الشتاء ويخليه بارد في الصيف، والله ما يستطيعوا أبدا، ولا يستطيعون أبدا لو أنفقوا الأموال كلها عشان يعملوا تكييف مركزي يدفوا الكون في الشتاء وبعدين يخلوه طراوة كده في الصيف، ما يستطيعون. فأنت بقى لما تحسب الحسبة دي كلها، أهو كل ده ملك، واللي أنت ما تعرفوش أصلا ملك، فكيف ينصرف قلبك عنه إلى غيره؟ يبقى أنت الشاب لما عايز يدور على شغل ويذهب إلى هناك ويركب معاصي الله تبارك وتعالى لا ينصر. الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك على الإطلاق. صهيب الرومي خطر بباله ياخد المالية بتاعته اللي حوشها طول عمره ويهرب بالليل من مكة إلى المدينة. المشركون علموا إنه هو هيهرب فطلعوا وراه بالخيول، مسكوه في نص الطريق، قالوا جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تأخذ المال وتذهب. قال لهم أرأيتم إن خليت بيني وبين المال، أعطيتكم المال تخلون بيني وبين وجهي، أي وبين الجهة التي أريد أن أذهب إليها؟ قالوا نعم. فأعطاهم المال غير نادم ولا آسف. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك قال له ربح البيع يا أبا يحيى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فده صيغة عقد، العقد ده عايز توقيعك أنت بس، توقيعك أنت بس، لأن المشتري مضمون، اللي بيشتري مضمون الله تبارك وتعالى. فده عقد بينك وبينه، هل توقع على هذا العقد ولا لا؟ هل توقع؟ إن الله اشترى عقده، ناقص توقيعك أنت، هل توقع عليه؟ تدي نفسك، تدي مالك وانت مطمئن 100% أن المشتري مضمون. هي دي المشكلة. أكثر الناس يهاب أن يوقع. مرة واحد بتكلم معاه مش ملتزم يعني وبتاع، بقول له يا أخي أنت ليه ما بتلتحيش كده وتتسنن؟ قال لي أصل المؤمن منصاب. قال له ليه أنت داخل العملية بالكآبة ديت والعملية سودة كده في وشك، وأنت فاكر إن في حد في الدنيا معافى؟ لا والله ما في أحد معافى، لكن بلاءات الناس أشكال والوان، بلاءات الناس أشكال وألوان، لكن لا يوجد إنسان معافى على وجه الأرض. واحد مراته مأدباه، والتاني ابنه مأدبه، والتالت جاره مأدبه، والرابع الضريب مأدباه، والخامس أشغال الطريق مأدبه، والمش عارف مين أبوه مأدبه، ده عدو مأدبه، وده كل واحد مبتلى، كل واحد في الدنيا مبتلى. فلأن يكون بلاؤك في الله أشرف لك، أشرف لك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه حتى يبلغه، يرفعه. لكن البلاء شرط أن يكون في الله تبارك وتعالى. يعني مثلا هو له الدرجة الفلانية في الجنة، الدرجة دي حتى يصل إليها لازم يصلي كذا ركعة ويصوم كذا يوم ويتصدق من ماله بقد كده وبتاع، ويفضل ماشي بنفس هذا الحس والنشاط لحد ما يموت. لكن عمله ضعيف، لا صلاته بيصلي نافلة ولا بيصوم صيام تطوع ولا الكلام. طب احنا عايزين نوصله من هنا لهنا بقى، يقوم يديله مصيبة، المصيبة دي ترفعه بقى للمكان ده اللي عمله ما وصلهوش، المصيبة توصله. يبقى إذا ابتليت في الله كان أشرف لك. ليك؟ لأن سلفك هم الأنبياء. لما تلتفت كده على الطريق وتلاقي أسلافك هم الأنبياء، يعني تعرف لما واحد يتاخد في قضية جنائية أو قضية آداب،
يعني مثلا قتل واحد دخل السجن، ظبطوه مثلا في حشيش، في هيروين، في مش عارف، دخلوه السجن. تعرف ده تفرق كتير غير لما تكون انت معتقل بسبب دينك. تفرق قوي قوي قوي. حتى في الاسم الدنيوي، حتى في الاسم اللي بيسموك مسجون سياسي، واخد بالك، اي مسجون بسبب الفكر والقضيه، انت بينك وبين نفسك بتحس ان انت محترم. غير لما يكون قتيل ودخل مع الجماعه العصابات اللي جوه السجن دي، واخد بالك، يلاقي بقى اشياء اخرى لا يتحملها على الاطلاق. ممكن يجي له خبل لو هو كان انسان فعلا كويس ومحترم، بس غلط الغلطه دي وخد فيها حكم، ممكن يتجنن لما يدخل مع الجماعه الجنائيين دول. فهو اشرف بلاء البلاء في الله. واذا كنت تعلم ان لابد ان يصيبك بلاء، فاختر ان يكون في الله اشرف لك. ليه؟ لان كما قلنا سلفك هم الانبياء والصحابه والتابعين والائمه الكبار المتبوعين، هم سلفك. قال صلى الله عليه وسلم: اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الصالحون، ثم الامثل فالامثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فاحنا بنقول للجدع اللي بيقول اصل المؤمن منصاب ده هو، وكل من يقول هذه المقاله نقول له ان المرء يوم القيامه يوزن بقلبه، وسلامه هذا القلب فيه سلامه العقل. كتير من الناس بتفكر ان العقل في الدماغ، وده غلط. العقل في القلب وليس في الدماغ. الدماغ في المخ، إنما العقل لا. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالعقل في القلب وليس في الدماغ. فسلامة قلبك معناه سلامة عقلك، ومعناه سداد تفكيرك. يعني قصة المشهورة اللي هم ذكروها في الجرايد في شهر 4 اللي فات، بمناسبة ان الدكتور مجدي يعقوب الجراح المصري اللي عايش في لندن عمل عملية نقل قلب لطفل انجليزي سنه 14 سنة، ونجحت العملية 10/10، إلا أنها دمرت خلايا المخ بتاع الولد. فأبو الولد رفع قضية على هذا الدكتور يطالبه بتعويض. بمناسبة هذا الخبر نشروا قصة الدكتور بيرنر، أول طبيب نقل قلبا في الدنيا. الكلام ده كان سنة 63 65 في الحدود دي. نقل قلب لمريض في سويسرا، وبعد ما نقل القلب بيعمل بطريقة ميكانيكية جيدة، لكن بدأ المريض يخطرف. يقول يمسكوه: هاتوا الزيتون، هاتوا الليمون، هاتوا البتاع. فقال لك: ايه الزيتون والليمون والبتاع؟ قال لك: ده بس بخطرف شوية على ما يفوق من البنج. لكن لم يفق، فضل يخطرف على طول. بعدها ب3 أشهر الطبيب هذا بيرنر نقل قلبا لرجل آخر. بدأ الرجل الآخر برضه يخطرف، ويمسكوه حلق حرامي بتاع الكلام ده. قال لك برضه البنج وهيفوق والكلام ده، لكن ما فاقش. فالدكتور هذا أرسل مساعديه ليستقصوا عن صاحب القلب الأصلي، فوجدوا أن المريض الذي نقل إليه القلب الجديد يهذي بوقائع حقيقية لصاحب القلب الأصلي، مع أنه لا رباط بينهم، ما يعرفوش بعض، لكن بيهذي بقصص وحكايات لصاحب القلب الأصلي. حينئذ أسقط في يد الدكتور بيرنر، وعقد مؤتمرا صحفيا وأعلن بأسى بالغ اعتزال مهنة الطب.